السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد رجعنا نكمل حلقتنا لليوم مع سؤال: مين صاحبك برمضان؟ كنا عم نتكلم عن صفات الصاحب برمضان، انه لازم يكون الصاحب على صالح، على خلق حسن، امين، وفي، ناصح. وكمان لازم يكون في صفة حلوة، انه يستطيع ان يجعلك تبتسم في اوقات الشدة. هي النوعية رائعة من الأصدقاء، إنه بتكون أنت مهموم، زعلان، تعبان، هلكان، قايم الدنيا وحاططها، بيجي هو بابتسامة، بنكتة، بيخليك تبتسم. هي نوعية جدا جدا رائعة. كمان في صفة إنه يكون عنده الشجاعة والحساسية واللباقة لنقدك، لكن بدون لومك، تجريحك، إشعارك بذنب، انك انت عملت ذنب، وبذلك نقده لك بيكون بناء ليس هدام. يعني في ناس تقولك انت غلطت، لا، جيني بطريق الغير مباشر، طريق في هيك لباقة وفي حساسية فيك. صفة حلوة كمان انه يربطك به علاقة اسمها علاقة اخذ وعطاء. شو يعني هاي؟ يعني انه لا يأخذ كل الوقت ولا يعطيك كل وقته، لديه القدرة على العطاء النفسي، فيشاركك بجزء من وقته واهتمامه وإحساسه وفكره. فاهم؟ هذا الصاحب رائع. حتى أنت لازم تكون فيك هاي الصفة، إنه فاهم إنه الحياة مو كلها لصاحبك، لا، جزء لصاحبي وجزء لعملي، لشغلي، لأسرتي، لمهنتي، لهدفي. تمام؟ هاي صفة رائعة ولازم تتذكرها، إنه علاقة الأخذ والعطاء. صفة كمان ما بتنازل عنك أبدا ولا بتخلى عنك بالرغم من خلافاتكم، مشاحناتكم، لديه القدرة على أن يسامحك. القدرة على المسامحة صفة راقية جدا جدا بالصاحب ورائعة. صفة كمان أخيرة: بيستطيع أنه ينفذ إلى أعماقك ليرى جوانب الخير والجمال بداخلك، وبذلك فهو مرآتك الصادقة، تستطيع أن تكشف جوهرك الحقيقي من خلاله وتتعرف على نفسك أكثر وأكثر. هاي صفة حلوة، إنه إذا أنت عملت شي خير بيقولك أنت عملت شي خير، إذا عملت شي خطأ أنت عملت خطأ. يعني بيعرفك على نفسك، على جواتك، على صفاتك من خلال مرآتك الصادقة اللي هو صاحبك الحقيقي. فالصداقة، بعد ما تعرفنا على الصفات، شو منعرف الصداقة؟ الصداقة الحقيقية هي نوع من أنواع الحب. قلت لكم بحلقة المحبة، مو إن الحب هو اختصروه الحب بين الرجل والمرأة، لا، في شيء اسمه حب الصديق. والصداقة الحقيقية هي نوع من أنواع الحب، هي مسؤولية مشتركة لا تبنى على طرف واحد. تمام؟ هي علاقة بدها طرفين. هي بستان. الصداقة الحقيقية بستان تزرع فيه بذور الحب والعطف والاحترام والاهتمام والثقة والتضحية والدعم والتواصل والتسامح، فنحس بالثراء النفسي ونجني ثمار السعادة الحقيقية في الحياة. وهون بدي أسألكم سؤال: يا ترى يلي عم بسمعني، عندك صديق بهيك مواصفات؟ واللي عم تسمعني كمان، عندك صديقة بهيك مواصفات؟ ما عندكم، رح أساعدكم وأخبركم كيف ممكن أجد صديق في هاي الصفات الضخمة الحلوة الرائعة اللي قلت لكم إياها. فيك تلاقي هيك نوعية من الناس، من الأصدقاء، بصلاة التراويح. في هيك نوعية بإحدى الجمعيات اللي بتوزع شنطة رمضان. لاحظ مين أكتر نشاط، هم إيجابي، بتواصل مع الكل. دور رح تلاقي. فيك تطلب على صفحتك: أنا عندي هدف. هاي حلوة سهلة كتير. أنا عندي هدف في رمضان وعم ببحث مين يساعدني ويكون فيه المواصفات. إذا أنت يلي حابب تشاركني، يلا نضع إيدينا مع بعض ونحقق هذا الهدف سويا. ما في أسهل منها. وفي ناس عم تنتظر منك هذا الطلب عشان تيجي وتساعدك لتحققوا هدفكم برمضان. في كمان
طريقة حلوة هاي، من خلال صفحتنا على الفيسبوك ممكن تلاقي هيك نوعية من الناس. اللي عم بيسمع هيك كلام أكيد عنده الصفات اللي ذكرناها، فاطلب على صفحتنا. أنا حاب أتواصل معكم، بدي أعمل هدف برمضان، عندي هدف برمضان حاب أنجزه، ممكن تساعدوني. أنا عم بعرض طلب الصداقة. آخر طريقة ممكن تلاقي فيها شخص صديق حقيقي، الدعاء. الدعاء بأنه يرزقك ربنا بأخ يعينك على العبادة برمضان. وحتى أكتر الدعاء أنه يرزقك شيء اسمه الأخوة بالله، يعني إنسان تجتمعوا مع بعض بعلاقة ما فيها لا مصلحة، لا مال، لا شغل، لا علم، لا اكتساب مهارة ولا شيء، هدفكم فقط عبادة الله. شيء اسمه الأخوة بالله، روعة. الأخوة بالله حياة تانية، حب، حب رائع. وبداية الأخوة بالله بالنسبة لي أنا كانت شيء اسمه الدعاء، بأن يرزقني ربي أخت بالله. جربوها وإن شاء الله تستفيدوا منها. خلصنا حلقتنا بالختام، وصلنا لشيء اسمه فكرتنا. تعودنا السؤال جواب، وبالنهاية فكرتنا لليوم. فكرتنا لليوم هو قول للإمام الشافعي رحمه الله. شو بيقول الإمام الشافعي؟ بيقول: لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار. عبارة رائعة. لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار. صحبة الأخيار لا تنسوها. كمان ما ننسى انه في عنا برمضان كمان أصدقاء تانيين غير البشر. مين هن الأصدقاء؟ هن بيقول عبارة كتبتها، بتقول: في القرآن وصحبته رفع مقام، والذكر تحلية قلب ولسان، والعمل الصالح للآخرة أمان، فلا تنسى صحبتهم إطلاقا برمضان. لازم يكون عندك صاحب، نعم، بس لا تنسى صحبة القرآن وصحبة الذكر والعمل الصالح، لأنه هون رح يتابعوا معك للآخرة. أما الصاحب الله أعلم، ممكن توقفوا بالدنيا، ممكن كمان تتابعوا بالآخرة إذا كانت أخوة بالله. عبارة والفكرة مرة تانية رح أقولها: في القرآن وصحبته رفع مقام، والذكر تحلية قلب ولسان، والعمل الصالح للآخرة أمان، فلا تنسى صحبتهم إطلاقا برمضان. وبهيك بنكون خلصنا حلقتنا وجاوبنا على السؤال: مين صاحبك لليوم؟ ولا تنسوا بذكركم مرارا وتكرارا، لا تنسوا تزوروا صفحتنا على الفيسبوك، لا تعنوا صداقتكم عنا. شو رأيكم؟ صفحتنا هي I have idea / عندي فكرة على الفيسبوك، وتخبرونا بصفات تانية انتو شايفينها بصاحبكم برمضان. بلتقي بكم غدا مع أفكار حلوة لرمضان أحلى، ورمضان بأفكارنا كمان أحلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.